أنا لو ماشي سكة روحية هبقى نسخة من الشيخ عادل. ربنا مش دعينا بأي صورة من الصور إن احنا نبقى نسخ، اتكلم عن الشباب بيحبوا يشوفوا حد يقلدوه. لكن التقليد بيعوقني إن أنا أكون شخصيتي. انا بحب الايمان المسيحي لانه انا عندي فرصة ان انا ابقى انسان ما شفتوش في اي حتة تاني. ده بيوصل لي رسالة قوية جدا إنه الحياة دي ينفع تتعاش. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست تغيروا، والمرة دي فكرنا إزاي ممكن نكون بنعمل بودكاست بشكل مختلف، وحبينا قوي فكرة إن احنا نبقى مش حد أو اتنين، لكن يبقوا 3 في البودكاست، وكل حد من خلفية مختلفة ومن جيل مختلف، وبيتكلم عن وجهة نظره في الموضوع اللي احنا هنبقى بنتكلم فيه. والنهاردة حابة أرحب ومتشرفة قوي بوجود شيخ عادل وماريو. أنا حقيقي مبسوطة بوجودكم شكرا. ومتشرفة بيكم جدا. شكرا. قصدك خلي إن أنا من جيل قديم صح؟ لا خالص، ده أنا الجيل القديم. خليني في الأول كده أسألكم على حاجة هي بمنتهى الأمانة طول الوقت شاغلة بالي. أنا لو ماشي سكة روحية هبقى نسخة من الشيخ عادل، هبقى نسخة من ماريو. هل انتوا أصلا نسخة من بعض؟ أنا أتشرف أبقى نسخة من ماريو طبعا. بس أعتقد لا خالص، يعني إجابة قاطعة حاسمة. ربنا مش دعينا بأي صورة من الصور إن احنا نبقى نسخ من بعض. ربنا بيحترم اختلافاتنا وخلقنا مختلفين اوريدي، وحتى مع الخليقة الجديدة احنا برضو مختلفين. بس خليني اقول حاجه في طول الوقت دايما بنبقى متخيلين ان انا علشان انا ماشي السكه الروحيه، والسكه الروحيه بتبقى في الغالب واحده، فانا هبقى نسخه من الناس اللي حواليا فانا لما هبقى واصله المرحله الفلانيه هبقى شبه فلان، المرحله العلانيه هبقى شبه فلان، وهكذا. فهل احنا فعلا بنبقى طول ما احنا ماشيين في سكتنا الروحيه نسخ من بعض؟ وخليني أسأل على حاجة كمان، هل أصلا السكة الروحية في حياة كل حد فينا هي واحدة مش مختلفة من حياة للتانية من شخص للتاني؟ انا ممكن اقول تخيل عندي كده بسيط. طبعا. آم، احنا كبشر بنحب ان احنا نكون بنلهم، وفي شخصيات بتمشي سكك بعيدة بتلهمنا. يعني احنا بنحب نشوف بطل، بنحب نشوف حد مثل، وبالذات يعني انا بتكلم عن الشباب. بيحبوا يشوفوا حد يقلدوه، وده اللي بنشوفه في السوشيال صح ميديا، وبنشوف سواء على فكرة في حاجات كويسة أو حاجات وحشة. صح. يعني بنشوف من أول ممثلين بيفرضوا طريقة كلام معينة أو طريقة تعامل معين لرجال الله، وشباب بيمشوا وراهم بيصلوا بنفس الطريقة وبيعملوا بنفس الطريقة. احنا بنحب الإلهام، بنحب ان يبقى في مثل احنا بنحبه ونمشي وراه. مم. بس هل ده قصد ربنا؟ الحقيقة انه انا ضد ده، لانه قصد ربنا ان احنا نكون الطبيعة الاصلية اللي هو خلقنا عليها، البصمة الفريدة اللي هو خلقنا بيها. بيحط في ناس في حياتنا يشكلونا، بيحط ناس يعلمونا، يورونا ازاي بتتعامل. وعلى فكرة الطريقة ممكن تبقى واحدة في بعض الاوقات، حلو. بس احنا نعرف ازاي نوظف ده بان احنا نعيش دعوتنا وشخصيتنا الاصيلة، من غير ما نبقى يعني احنا مش مدعوين نبقى نسخ من بعض او نسخ من ناس احنا ملهمين بيها، بس مدعوين ان احنا نبقى مشابهين صورته. يسوع المسيح هو النسخة الأصيلة الجميلة ان احنا نبقى شبهها. عايز اضيف حته نانسي في الماريو بيقولوا في ايجابيه اني اشوف نموذج ايجابي قدامي. صح. طبعا. مم. يعني النموذج الايجابي اللي بيعيش الايام دي، يعني تخيلي انت شايفه واحد مؤمن بيتغير، عايش باستقامه حقيقيه بمقاييس الكتاب مم. في سنه 25 اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. صح. ده بيقول لي رساله مهمه، بيقول لي ايه؟ ان الكلام الكتابي ده كلام مش نظري. لانه دايما، وده دايما الشباب مفهوم. بيقولوه، انه ده كلام كلام كتب. قديم، ده كلام كتب. صح. انت بتكلمني عن بولس الرسول، انا مش أنا مش من بولس. تلميذ، انا مش بولس. صح. فلما شخص بيعيش في الزمن اللي احنا موجودين فيه ده مم. باستقامة حقيقية بمعايير كتابية، ده بيوصل لي رسالة قوية جدا انه الحياة دي ينفع تتعاش. صح. لكن المعطل الكبير قوي زي ما ماريو قال، انه ابتدي مش امشي الخطوات التغيير. كنت بتقولي عليه تغيير، احنا ماشيين سكة، مم. فالسكة كلنا ماشيين فيها، لكن التقليد بيعوقني ان انا اكون شخصيتي.
الحقيقيه. إمم. فهي فيها جانب ايجابي لكن كمان فيها جانب سلبي لو انا بختار اني اقلد حد واني عايز اوصل لنموذج زي فلان تيبيكال بالظبط أوكي، نسخه تانية. أوكي. بس السكة نفسها بتكون واحدة؟ السكة الروحية بتكون واحدة والّا بتكون مختلفة من حد لتاني؟ يعني طبعا حسب تعريفك للسكه الروحيه، أوكي. بس قصدي طريق، خلينا اسميها طريق التغيير. يعني خليني اقول لك ايه مثلا، إمم. الرب يسوع بيقول انا هو الطريق. صح. المسيح طريق. إمم. الطريق ده محدود صغير ولا طريق واسع كبير جدا واسع في طبعًا. ناس كتير قوي ماشيه فيه، بس كل واحد في الطريق ده إمم. ليه خبرته الشخصيه، أوكي. ليه لون مختلف، إمم. لكن مش نفس خطوات التغيير. طيب لو هنتكلم على الفروق بين كل شخص والتاني، أنا مثلًا حد منفعل أو مش منفعل بس active مثلًا طول الوقت، وحد تاني هادي جدًا، بس المفروض إن أنا هابقى هادي ووديع ومتضع ومتواضع القلب وكل الحاجات دي، فهل أنا الشخصية بتاعتي دي اللي هو طول الوقت عايزة أتحرك وأروح وآجي، مع السكة هتتغير وهابقى حد الهادي القاعد ما حدش بيسمع له صوت وجميل كده والّا لأ؟ يعني لحد فين آآ حياتي الروحية أو سكتي في كبراني الروحي بتغيّر تفاصيل شخصيتي أنا. خلينا نبتدي وبعد كده لو بليز. ماريو عندك حاجه عايز تضيفها. أوكي. بص يا نانسي، زمان كانوا بيفرقوا الناس عن بعض إمم. لما تحصل جريمه ببصمات الايد. صح. خلاص، إمم. وفي لغه الاقسام والمحاكم اسمها فيش فيش وتشبيه. وتشبيه. أيوه. اوكي. آه. فزمان اكتشفوا انه انا مختلف عن ماريو، ماريو مختلف عن نانسي ببصمات الايدين. إمم. انت عارفه اخر مقاله قريتها الانسان مختلف عن غيره بكام بصمه؟ كام؟ 16 بصمه. 16 بصمه. بصمه العين، بصمه الصوت، بصمه الودن، بصمه العرق، ياه! اعظم بصمه الدي ان ايه، صح. اللي هو المصنع بتاع البروتين اللي بيعمل الصفات في الانسان. إمم. ليه بقول كده؟ بقول كده لانه اللي عملني كده، اللي خلقني كده ربنا. صح. اذا ربنا خلق البشر، انت إمم. عارفه البصمات دي معناها ايه؟ ان لو في 8 مليار شخص في العالم النهارده، كل في حد. 8 مليار أيوه. بصمه. صح. فمش ممكن ربنا يبقى ضد نفسه. يعني إمم. ربنا خلقنا متنوعين وهو خالق مبدع. صح. وفي الخليقه الجديده كمان احنا متنوعين. أوكي. وفي رأيي كمان انه احنا كلنا مشتركين ان احنا بنمشي سكة تغيير، إمم. صح. بس تغيير من ايه لايه هو ده اللي بيختلف. ما قصدك اعتقدش. إن البداية والهدف مش دايمًا بيبقوا واحد مثلًا؟ لا يعني خليني اشرحها بمثال. أوكي. يعني انا لما عرفت ربنا مش زي ما انا ما كنتش عارف ربنا. ربنا وجوده في حياتي بيشقلب الكيان، بيصنع فرق، بيغير. ده بينعكس على تصرفاتي وبينعكس طبعا على شخصيتي. أوكي. بس اللي انا محتاجة اتغير فيه مختلف تماما عن اللي انت محتاجة تتغيري فيه، مختلف عن الشيخ عادل محتاج يتغير فيه. لان كل واحد ليه سكة وكل واحد ليه بصمة وكل واحد ليه اعداد ورحلة مختلفة عن الاخر، حتى لو اتشابهنا في مبادئ عريضة، في وصايا الكتاب اللي بتشكلنا في الحق، بس طريقة استقبالنا إمم. واحتياجاتنا ان احنا نتغير بتبقى مختلفة للشخص الاخر. صح. فكلنا محتاجين نتغير، كلنا ماشيين في سكة احنا بنتغير، وهو ده رجائنا في المسيحية. يعني انا بحب الايمان المسيحي واقتنعت بيه لانه انا عندي فرصة ان انا ابقى انسان ما شفتوش في اي حتة تاني. صح. هو ده اللي المسيح عمله، هو ده كور بتاع ايماننا، انه انا بخش حاجة بتغير وبتشكل عشان اخرج انسان تاني خالص. فدي حاجة، دي قوة الايمان بتاعنا. احنا كلنا مشتركين في التغيير، بس اللي احنا هنتغير فيه في رأيي سكك او رحلات مختلفة يعني. انا عايز اخدك كمان في حته توريكي قد ايه ربنا بيحترم الاختلاف ده. ايماننا المسيحي في الوحي إمم. اللي ده اتكتب بيه حلو الكتاب قوي. المقدس. إمم. عارفه ايماننا في الوحي ايه؟ ايمان احنا ما عندناش يا نانسي فكره انه في كتاب ربنا ملاني آه. ايه اللي فيه. هو اللي كتبه. أيوه. لا، إمم. الوحي عندنا بيتلخص في كلمه اكتب. إمم. ربنا قال ليوحنا لما شاف الرؤيا إمم. اكتب، صح. قال لموسى اكتب. كل واحد فيهم كتب
وتقدري تفصلي الشخصيات. أيوه صح. يعني أرميا هتلاقيه وهو بيكتب وهو ميال للحزن أيوه. والانعزال. إمم. اوكي. هتلاقي حد زي موسى بيكتب وهو بيتكلم على حاجات ليها علاقة بالقوانين أيوه. والتشريع. بولس بيكتب وهو مشبع جدا بفكر الفلسفة. إمم. فإذا كان ربنا في الوحي اللي هو أقدس نص هيوصل للناس وهيشاور لهم على طريقه، إمم. احترم اختلاف الشخصيات وظهرت في الكتابة، يبقى ده بيقول لي إنه ربنا مش بيلغي شخصيتي. أنا قصدي إيه صح. بالوحي؟ قصدي إنه دول الاشخاص اللي بعد ما اتقابلوا مع المسيح واتغيروا، فهم مولودين الولاده الثانيه اوريدي إمم. وماشيين في سكه التغيير، صح. بس لكن ربنا احترم اختلافاتهم. خلّيني أسألكم على حاجة، لحد فين برضه باعرف أفرّق ما بين إن ده التغيير اللي وصلني من سكتي، من حياتي في سكتي الروحية، ولحد فين إني لأ، دي شخصيتي، الشخصية دي خلّيني أقول إن هي إيه، هتُثقّل مش هتتغيّر، يعني هو هيستخدم الحتّة دي. لحد فين الصفات اللي ممكن تبقى فيّا، ممكن يبقى هو بيستخدمها في السكة. خليني يعني اشاركك من واقع حياتي. يعني ده يا فعلا ريت. حصل معايا من وانا صغير. أوكي. انا حد بميل للشخصيه الحاميه. مش يعني انا مش ما بتسماش بالشخصيه البارده، انا عكس البرود دي تماما جديده يعني. عليا دي بس ماشي. لا انا يعني انا حامي. وفاكر كمان وانا صغير اهلي كان عندنا كرتون كان إمم. اسمه مازنجر. كانوا اهلي آه. مسميني كاركتر ابو الغضب، بسبب ان أوكي. انا كنت اللي هو دايما سريع ان انا اغضب وانفعل وحامي طول الوقت. إمم. آه، لما ابتديت افهم انه ازاي ربنا بيشتغل في حياتي، إمم. انا ما تحولتش لشخص بارد، بالعكس انا لسه حامي، أوكي. بس قصقصت إمم. الغضب بتاعي وقصقصت الحمو دوت انه يطلع منه حاجات تجرح اللي قدامي. أوكي. فزمان كان سهل عليا انفعل اوجع اللي قدامي طول ما انا على حق. إمم. لما كبرت وربنا ابتدى يغير فيا سنة، ابتديت احس انه انا في مواقف انا كمان مش على حق وناس احتملتني، فده خلاني اتضع، غير في شخصيتي. فانا حامي لانه اللي بيحصل قدامي غلط، بس ما بطلعهوش بنفس الحمو لاني هديت، لاني الله اشتغل فيا وناس سامحتني على اخطاء انا عملتها. طيب ما حسيتش من إني يعني أنت لسه حامي ولسه بتغضب على اه الحق؟ لا جدا، انا حامي جدا، بغلي بمنتهى السرعة. أوكي. بس اللي لسه كنت بقوله انه إمم. بقيت افتكر حاجات إمم. تهديني أيوه. فاتصرف مش بالحمو بتاعي. أوكي. ف... فاللي بحاول اقوله انه التغيير بيحصل، إمم. بس التغيير ما بتحولش لشخص تاني انا مش هو. وابتدى الموضوع يبقى يتطور اكتر انه الله بيستخدم الحمو دوت لحاجات احلى. فنفس الحمو دوت انا بغير على الحق، بحاول اوجهه بدل ما بهدم الناس. بطلع بافكار جديدة، بتصرف بنفس السرعة، بعرف اهندل حاجات مختلفة في نفس الوقت، بعرف يعني اتحرك بطريقة معينة، وبقيت مرتاح للحمو دوت. أوكي. زمان كنت ببقى عندي صراع رهيب، بقول يا رب انت ليه خلقتني حامي كده إمم. والناس عمالة تنقدني بسبب ده، صح. لاني ما كنتش واعي انه حموي بيجرح. إمم. دلوقتي انا مبسوط اني حامي، انا مبسوط اني بنجز، انا مبسوط اني بغير وعندي الجرأة ان انا اقول انه ده مش حق. إمم. بس كمان مبسوط انه الناس بقت بتقول تصدق يا ماريو عندك حق. ما بقاش زي زمان بيقولوا لي احنا ما عجبناش الطريقة اللي انت اتكلمت بيها. أوكي. لانه الحمو هو الطريقة. لما الله غيرني واشتغل على شخصيتي، غير الطريقة اللي بعبر بيها عن الحمو اللي جوايا. فشخصيتي ما اتغيرتش، إمم. بقيت انسان بارد، بالعكس أوكي. انا نفس الحمو، بس الحمو بقى بيطلع بطريقة احلى قوي، مثمرة اكتر قوي. أوكي. وده اختباري الشخصي في الصفة بتاعت يعني في الحتة بتاعت الحمو. في حتة تانية كتيرة قوي، بس إمم.
بس ده اللي حسيته ينفع دلوقتي اقوله، وكمان يعبر عن السؤال اللي انت كنتي بتقوليه. اوكي، وكأني الله ما انتزعش الحتة دي منك، وكأنه لا دي ما تلزمنيش انا هرميها، بالعكس بالظبط. انا هحول الصفة دي لحاجة تبقى انت متبارك بيها واللي حواليك متباركين بيها، وعارف كمان تخدم بيها، بالظبط، تخدمني بيها. وده اخد سنين، ده اخد اوكي. سنين ووعي. وكل ما كنت بنضج انا ببقى واعي الحمو ده بيطلع ازاي غلط، وببقى واعي ازاي اشتغل عليه، وبعزم ناس تساعدني فاتغير. فالتغيير يعني انا بحكي لك سكة وانا مراهق، ده حوالي تقريبا دلوقتي 15 17 سنة. ف... ولسه ربنا بيدقدق اكتشف. وبيغير وبكتشف، يعني ما اه. بقولش انه ده انتهى، بس بقول اللي انا وصلت له دلوقتي ايه. اوكي. خليني يا نانسي اقول تعليق على اللي ماريو بيقوله، طبعا. لانه ده كمان بيرد على حته انت ابتديتي بيها البودكاست ده. امم. هل ربنا عايزني الشخص الهادي صح. الكيوت اللطيف؟ بالظبط. احنا دايما عندنا يعني ايه، بنحط الكلمات والمشاعر والصفات في قوالب جامده. اه. ماريو اتكلم عن ان هو حامي وانه بيغضب. امم. اوكي، امم. احنا يعني ممكن يكون تصوري ان الشخص لما يتغير مش هيغضب، اوكي. وبعبر ان هو دي الشخصيه كما يجب ان تكون. دي مش حقيقه. كأنه قالب، انت لو في القالب بالظبط. ده يبقى انت ابن الرب، مش لو مش مش في قصدي بس القالب ده. القالب. انا هسالك سؤال، امم. هو المسيح غضب ولا ما غضبش؟ غضب طبعا. بس امم. عمل ايه بالظبط. بالغضب؟ اوكي، اوكي. امم. احنا تعريفتنا للغضب والوداعة والحب بتخضع لمقاييس معينة، ربما كبرنا عليها، امم. شفناها في مسلسلات وأفلام، الناس حوالينا قالت لنا عليها. صح. احنا محتاجين لما نقول احنا عايزين نتغير امم. وانه ربنا بيغير في شخصياتنا، هو مش بيخيل نسخ من بعض، هو بيحترم اختلافاتنا. لكن كمان زي ما ماريو قال، ممكن تكون حتة انا انفعالي زيادة، اوكي. ربنا بيساعدني يبقى عندي كنترول على الانفعال ده، امم. بس ربنا عايز يستخدم الانفعال ده. اه. لانه مثلا في مرات احنا محتاجين في وسط الكنيسة اللي حد يطلع يقول منفعل. ده غلط يا جماعة. صح. مين اللي بيعمل كده؟ امم. اللي عنده الجرأة انه يعمل كده. امم. ومحتاجين في وسط الكنيسة امم. الشخص اللي يجي يبني العلاقات مع بعض ويصنع سلام بين الناس بابتسامة وهدوء. احنا محتاجين التنوع، صح. ضروري. هو ده جسد المسيح. طب وهل ده ما يخليش فيه تفضيل حد عن التاني؟ يعني آم، احنا بنتكلم عن الجسد مثلا، فانا صباع مثلا في الجسد ده، بس فلان قلب، فده هيخلي فلان انا ممكن لو مشيت مش هيجرى حاجة. فممكن يكون في تفضيلات اني لا، ده لازم يكمل، بس دي مش لازم قوي. هو اللي بتقوليه ده يعني فكرة التفضيل دي فكرة بشرية بحتة، اوكي. مش إلهية. اوكي. وإذا احنا ماشيين في سكة التغيير، احنا امم. محتاجين نتغير من التفضيل، صح. لأننا نقبل ان احنا كلنا قيمتنا واحدة ولينا أهمية واحدة. هاخد تاني مثل الجسد. امم. الأعضاء المختفية في امم. جسدنا اللي مش ظاهرة وصوتها مش عالي، امم. أحيانا بتكون أكتر أهمية للجسم من الأعضاء اللي شكلها حلو. واحد عينه زرقاء، عينه خضراء، حلو قوي ان يبقى العين جميله صح. ومبهجه وباينه قوي للناس. اه. لكن في عضو كده في الجسم اسمه البنكرياس ايوه. الامعاء الدقيقه دي مش باينه خالص، ايوه. بس وظيفتها مهمه جدا للجسم، صح. وهي مختفيه وهي بتاخدش اي كرامه. صح. يعني احنا ممكن نمدح الشخص على شكله، اه. على طريقته، لكن مش ممكن مش على نمدح امعائه بنكرياسه. الغليظه او صح. امعائه الدقيقه. صح. فاهم قصدي؟ بس اه. هي عضو اساسي ومهم وله قيمه في الجسد. اوكي. ايوه صح. طيب في جملة دايما احنا بنتكلم عنها في حتة التغيير والصورة، اني مشابهين صورة ابنه. هل صورة ابنه دي اصلا صورة واحدة ثابتة؟ ما كده هيخلينا نروح للحتة بتاعت ان احنا كلنا هنبقى شبه بعض. طب خليني ابتدي بدايه وبعد كده ماريو لو عايز اه تكمل. طبعا. صورة ابنه دي اللي هو يسوع، صح؟ صح. طيب، يسوع اتجوز؟ لا. اشتغل مهندس؟ لا مش هندخل في هرطقات دلوقتي، هو لا او لا. اشتغل مدرس؟ لا. ايه اللي انا قصدي اقوله؟ مم. كلمة مشابهين صورة ابنه دي مش معناها انه يسوع اشتغل نجار، مم. كلنا نشتغل نجارين، اوكي. خلاص؟ مم. يسوع لبس جلابية، كلنا كلنا نلبس. نلبس جلابية. صح. يسوع رب دقنه،
كلنا لا، إمم. شخصيه يسوع. أوكي. برغم ان يسوع كان نجار، بس إمم. انا عارف ومتاكد ان يسوع لو كان اشتغل مهندس إمم. كان هيسلك بنفس المبادئ والطرق والتعليم اللي هو علمها. إمم. يسوع ما عملش نسخ. لما بقول مشابهين صورة ابنه، مش الشكل والإطار الخارجي والخطوات اللحظية اللي المسيح مشيها، إمم. لكن طريقة استقبال والتعامل مع الناس والعلاقة بالله، الصلاة، السلوكيات اللي المسيح قالها. احنا نقدر كتير قوي من خلال الأناجيل الأربعة نقول ايه شكل شخصية المسيح، إمم. كيف كان يسلك، ما هي مبادئه. أيوه. فمشابهين صورة ابنه مش في الشكل الخارجي. عاش خلاص، يبقى المسيح عاش 33 سنة، يبقى احنا ننتحر عند سنة 33 عشان نبقى مشابهين صورة ابنه. أوكي. كلنا ما نتجوزش، كل واحد يبقى عنده 12 تلميذ، مش بالحرف. أوكي. احنا مشابهين بالمبادئ والتعليم والروحانية اللي إمم. هو علمها لنا. أوكي. والحقيقة يعني تكملة على اللي الشيخ عادل بيقوله، إمم. الموضوع محتاج الكنيسة علشان نعرف نعيش يسوع المسيح. صح. صح. الكنيسة بشخصياتها المختلفة، بتنوعها، بمواهبها، بأمور كتيرة، لأنه يسوع المسيح كان شخص كامل من غير عيب، أوكي. قمة في التواضع، وقمة في المحبة، بس في نفس الوقت قمة في الثورية والغيرة ضد الخطية. شغوف جدا 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 وباشنت وثوري في تعاليمه، بس في إمم. نفس الوقت مثل أعلى ووديع وهادي وحنين ويلمس الأبرص ومحب لدرجة رهيبة. أوكي. مفيش حد هيعرف يعمل التوازن ما بين الاكستريم من هنا والاكستريم من هنا غير إمم. يسوع المسيح. صح. عشان كده لما الكنيسة بتيجي بالمحبين قوي، بالهادين قوي، باللطفاء، مع هم الثوريين والحاجات دي إمم. كلها، كأننا بنشكل فريق يكون شخص يسوع المسيح، صح. وتمتد إرساليته لكل الناس حواليه. يسوع المسيح يعني احنا بنحاول نتغير إلى صورته، إمم. وفي أمل طبعا إن احنا نتغير لدوت، بس عشان أوصل للكمال ده أنا محتاج تنوعنا واختلافنا، بالضبط. محتاج إن احنا نيجي كلنا مع بعض، فمحتاج مواهبنا ودعواتنا تبقى كلها كمان بتيجي مع بعض. إمم. فلأنه هو شخصية كبيرة قوي صح. وعظيمة قوي، احنا في محدوديتنا البشرية نحتاج بعض إن احنا نكون. طيب وأنا باقيّم نَفْسي وأنا بابُص على نَفْسي، لحد فين أقدر أقول إن الصفة دي لأ، دي صفة شخصية أو إن دي حاجة محتاجة تتغيّر؟ وإن كان في حاجات بيبقى الفرق بينها شَعرة أو هي نسبية جدًا، فلحد فين أقدر أقول لأ، دي حاجة محتاجين نشتغل عليها أو لأ، دي حاجة مكمّلة معايا في سكتي أو في طريقي، ربنا عايزها فيّا؟ يعني بصي نانسي، احنا عندنا عايز اصحح كلمه إمم. الناس بتقولها. احنا عندنا 4 اناجيل. اوكي، أيوه. احنا ما عندناش 4 اناجيل. إمم. احنا عندنا انجيل واحد، خبر صار إمم. مفرح، لكن الخبر الصار والقصه الحلوه دي حكوها 4: إمم. متى، مرقس مرقس، ولوقا ولوقا، ويوحنا. ويوحنا. ليه حكوها 4؟ لانه كل واحد ركز على جانب في شخصيه المسيح إمم. وعمل عليه تركيز، هايلايت حته معينه في شخصيه المسيح، صح. علشان في الآخر لما بنجمع القصص اللي اتكتبت وأسلوب حياة يسوع اللي عاشه بنشوف زوايا مختلفة إمم. بحسب البشيرين متى ومرقس مرقس ولوقا ولوقا ويوحنا. ويوحنا. ليه بقول كده؟ إمم. لأنه بسبب ده أنا بقى عندي مقياس أقيس عليه، بقى عندي مرجعية. إمم. يعني أنت بتقولي لي إزاي أكتشف أنا الصفة دي فيا إمم. محتاجة تغيير ولا مش محتاجة تغيير؟ أنا ببساطة، وخليني أكون عملي جدا، لما بقرأ بشكل يومي الأناجيل، إمم. سواء أجزاء في أصحاحات معينة أو معجزات المسيح عملها أو تعليم زي الموعظة على الجبل في متى 5 و6 و7، إمم. أنا بسأل نفسي سؤال: أنا فين من الكلام ده؟ أوكي. إيه في الجمل دي بيخاطبني؟ إيه في الجمل دي أنا بعيد قوي عنه؟ صح. هل الغفران؟ هل الحب؟ هل إمم. الغضب؟ هل العطاء؟ جوانب كتيرة قوي قوي قوي. إمم. فأنا في الأول أنا محتاج أقيس نفسي واكتشف نفسي. الرسول يعقوب قال عن كلمة ربنا إن هي زي المراية، ودي أيوه. أحد المعاني، إني ببص على نفسي بتقييم أمين حقيقي، إمم. وأنا محتاج معونة الروح القدس وأنا بعمل كده طبعًا. عشان يكشف لي. لكن من هنا تبتدي دي تبقى مادة صلاتي. صح.
يا رب انا غضوب، آه. اوكي، زي ما كان ماريو بيقول، إمم. بس انا عايز الغضب اللي فيا يبقى غضب مقدس. صح. المسيح غضب بس ما اذاش حد، آه. ما راحش قتل. المسيح غضب غضب واضح جدا، مقدس. بالذات في موقف الهيكل إمم. لما كان بيطهر الهيكل صح. وقال بيتي بيت الصلاة يدعى. بس الغضب ده ايه المسبب بتاعه، ايه الدافع بتاعه، إمم. ونتيجته كانت ايه. صح. فما فيش صفة فيا في ذاتها كده وحشة، أوكي. لكن في صفة فيا محتاجة تتألم تتقصقص زي ما ماريو كان بيقول. إمم. وكل اختلافاتنا الشخصية دي هتساهم انه صورة المسيح الكاملة تكون بتظهر للناس. صح. وحاسة كمان إني كل ما باروح قدّامه وأنا حقيقي مش مُجمّل، مش باقول كلام أنا حفظته، بالظبط. مش باقول كلام علشان هُم بيقولوا كده، كل ما هو بيعرف يكشف لي أكتر، يعرف ينوّر قدّامي إني لأ أنتِ غلط هنا، أو أنتِ محتاجة تتصلّحي في ده، أو خلّينا نمشي السكة دي مع بعض. طبعا بس. نانسي، المسيح طبيب، صح. دكتور. إمم. انا ما ينفعش اروح عيادة الدكتور إمم. واقول له، يقول لي انت عامل ايه، اقول له انا سليم. ما فيش حاجة وجعاني. انت جاي لي ليه؟ عشان اشوفك ازورك، اهلا وسهلا، الزياره باحبك انتهت. جدًا. لكن الدكتور بيقضي وقت اكتر مع مين؟ مع اللي إمم. بيعرف يعبر عن الالم والوجع صح. والتعب اللي جواه والمشكله اللي عايز الدكتور يحلها. فانا لما بكتشف نفسي في ضوء كلمه ربنا إمم. وبروح للمسيح كطبيب وبحكي له عن الازمه دي وباخد وبدي معاه، على فكره هو بيحب كده قوي، صح. وهو طبيب، هو بيستمتع بده. أوكي. ودوره بقى مش بس انه يستمتع ويسمع، لكن لانه طبيب دوره ان هو يمشي بيشفي. معايا سكه شفا. صح. صح. ونفسي كمان كأني ما اعملش فاصل ما بين التغيير الروحي والتغيير بتاع الشخصية بتاعتي. إمم. يعني لما بتعلم المحبة ده بينعكس على أنانيتي كشخص. صح. لما بتعلم الانضباط في حياتي الروحية، وده مبدأ مهم إمم. زي الصيام، وان انا امتنع عن حاجات انا بنبسط بيها. إمم. انا الانضباط دوت بيساعدني ان وانا حتى بلعب كورة ما اكسرش علشان خاطر اكسب او اشتم لما انفعل. إمم. ف ولو بذاكر او بذاكر انجح أو بالغش أحقق. بالظبط. فاللي بحاول اقوله انه اللي الله بيغيرنا فيه على المستوى الروحي واللي بنقراه في الكتاب المقدس هو علشان يكشف تصرفاتي النهارده. صح. فانا محتاج كل مره انا ببص على يسوع المسيح انا بسأل نفسي سؤال: إمم. انا هخرج اعمل ايه لما أوكي. بنمشي سكه تلمذه؟ يعني إمم. سواء انا وانا قائد او انا مخدوم في مجموعه تلمذه، وانا إمم. لحد النهارده الاتنين، يعني ليا قائد في مجموعه إمم. وماسك مجموعه. انا بحط الكلمه، بنتعلم الكلمه وبنفتح الكتاب المقدس علشان يكشف حقيقتي، أوكي. وبخرج بقول انا بعد ما سمعت ده النهارده انا هعمل ايه اتغير بيزد او بناء على الحق اللي وصل لي. صح. فالمبادئ الروحيه هي معموله علشان الله يبني فيا شخصيه تقيله تحترم، تهندل او تعرف تستوعب الهدف اللي هو عاوز يصنعه من خلال حياتي. صح. وكل تغيير بيوصلني لحتة أقرب إني أستخدم وإني أبقى شبهه، فيعرف يحقق بيا 100% اللي خلقني إن أنا أكون بعيشه. صح. وفي وقت كده قريت جملة أو اتقال لي جملة إني كل ما الحق بينور قدامك وبيظهر قدامك كل ما دي مسؤولية أكبر عليكي إن انت بالظبط. تبقي، يعني انت من بعد ما سمعتي الجملة دي غير قبلها طبعا. وبقى مطلوب منك ان انت تبقي بتعملي بالكلمة اللي وصلت لك دي. ف ده عامة مبدأ في الحياة يا اه نانسي، المعرفة مسؤولية. صح. عشان كده انا بلاقي مثلا اتنين هيحكوا قصة، لو انا ماليش علاقة بيها بقول لهم لا شكرا، انا مش عايز اسمع التفاصيل، انا وصلت جحيم لحتة الوعي. انا خلوني كده. عشان اوكي. كده زي ما انت بتقولي الحق مسؤولية، صح. ومسؤوليته انه فعلا افحص نفسي بامانه علشان اتغير في تصرفاتي اوكي. وشخصيتي. طيب لو هطلب من كل حد فيكم يبقى بيقول كلمة لشخص هو زهق من كتر ما الناس طول الوقت متخيلة ان هو هيبقى نسخة معينة مش قابلينه باختلافه، برغم ان هو ماشي السكة، بس اختلافه في حد ذاته مخلي الناس حواليه ممكن تكون رافضة انفعاله، رافضة طريقته، فممكن تقولوا ايه للشخص ده؟ يعني عايز ابتدي اقول اعرف الاول ده اختلاف ولا ضعف اوكي. او خطيه، مم. لانه ممكن انا اسميها اختلاف مم. وهي ضعف. انا مثلا
بتنرفز على طول، اي حد بيكلمني بتنرفز على طول صح. وبقول ان ده اختلاف، انا عصبي. لا، دي حاجه محتاجه شغل عليها. الاختلاف انه انا انفعالي، انا هادي، انا انطوائي، انا بقعد لوحدي، انا بقدر اركز وسط الناس. دي الاختلافات اللي نقصدها. اوكي. فرقم 1 حدد ده اختلاف ولا حاجه محتاج تشتغل عليها. اوكي. رقم 2 اعرف انه زي ما انت ربنا بيحبك وقبلك زي ما انت. اوكي. زي ما انت مش محتاج تتغير عشان يحبك. مم. لكن اعرف كمان انه محبة ربنا دي قادرة تغيرك، وقادرة تغيرك لأحسن بكتير من اللي انت فيه. صح. ارجع للكتاب، قرب من يسوع، اتحد بيه، وتعلم تدريبات روحية في الاتجاه ده. اوكي. في تدريبات كتيرة قوي تقدر تخاطب اختلافات احنا بنعاني منها او ضعفات احنا بنعاني منها، زي ما صح. قلت عصبية او نرفزة او مش قادر اصوم او حاجات كتيرة او ضبط الكلام. في تدريبات روحية بتساعدني امشي السكة دي. بس رقم 1 اعرف، رقم 2 المسيح قبلك، رقم 3 اشتغل على حياتك من خلال معونة الله، لكن كمان تدريبات روحية تقدر تساعدك. اوكي. ماريو. انا هقول التواضع احلى نضارة تتلبس في التغيير. اوكي. الشخص اللي مش بيعرف يعيش تواضع مش بيشوف العيوب. صح. الكبرياء وحشته انه الشخص متكبر ما بيشوفش نفسه متكبر، فما بيعرفش فين يتغير. انا احسن من غيري. بالظبط. فالتواضع هو مفتاح التغيير اوكي. والتشكيل في كل حاجة. الحاجة التانية انه عمرك ما تفقد الامل. اوكي. في امل دايما في التغيير، والتغيير ما بيحصلش بسرعة. صح. ودي المشكلة، واحنا بالذات جيلنا والشباب بيحب ان كل حاجة تحصل دلوقتي حالا. كده تحصل. انا صليت شهر وصمت شهر وما حصلش ما حصلش حاجة. حاجة. لا، الموضوع بياخد اطول من شهر حسب ترسيخ العادة اللي انا بحاول اتغير، او الصفة او ايا كان اللي فيا ايه. صح. بيحتاج ياخد وقت، فما تيأش. الحاجة التالتة، التغيير الناس بتشوفه. اوكي. مفيش تغيير بيبقى مستخبي، والشخص اللي بيتغير بحقه حقيقي الناس بتيجي تقول ده انت مش انت. احنا ما نعرفكش، وده بياخد وقت. اوكي. مفيش حد هيبقى اتغير بحقه حقيقي لحاجة حلوة والناس كلها ضده، والناس كلها مش عارفة تحبه. بالعكس، الناس بتشتاق للشخص اللي يسوع غيره. صح. والناس محتاجة لده، ودي إرساليتنا إن احنا نتغير، فنرجع نبقى الملح والنور. ما نبقاش مستخبيين، بس نبقى ملح ونور للناس اللي حوالينا. والمجتمع بتاعنا فعلا هيبقى بنتحداه، هيبقى مش موافق على حاجات بس مش بيكرهنا، وبيعترف بالتغيير اللي فينا. صح. بجد شكرا قوي على وقتكم وعلى كل كلمة قلتوها. أنا اتشرفت جدا بالكلام وبالحلقة. بشكركم ان انتوا كملتوا معانا لغاية آخر الحلقة. لو في أي موضوع جه في بالكم وحابين ان احنا نكون بنتكلم فيه أكتر، أو ان احنا نكون بنطرحه في البودكاست، اكتبوا لنا في الكومنتس. وشكرا لكم. شكرا. شكرا.